السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. إن شاء الله هنعمل النهاردة الكبد والقوانص بطريقة جميلة. طبعا كله بيشتكي من الكبد والقوانص من الزفارة. أهم حاجة فيها النظافة. انتي بتجيبي الكبدة بتبقى عبارة عن فص كبير وفص تاني. انتي بتقطعيها الفص ده كده لوحده والفص الكبير على قطعتين، وأي تكتلات دموية أو أي حاجة فيها بتشيليها، تبقى بالنظافة دي. تاني حاجة القلب، برضو القلب بتفتحيه وتقطعي الجزء اللي فوق ده وتطلعي اي تكتلات دمويه وبتغسليه، بيبقى برضو ايه بالنظافه دي. القناصه حذاري ان انت تسيبيها بالدهون اللي حواليها، الدهون كلها تتشال، هي دي اللي بسبب الزفاره. القناصه بتبقى كبيره وقاسيه شويه في التسويه، بتقطعي على 2 أو 3 حسب حجمها. الغسيل بقى بتحطيها في ميه وليمون، بلاش ملح عشان الكبده ما تمتصش الملح وتبقى حادقه. ميه وليمون ومعلقه طحينه، وتدوبي الحاجات دي في الميه كويس قوي، وتنقعي الحاجات دي فيها بتاع 10 دقايق، وبعد كده ايه دعكاها كده دعكه بسيطه، وتروحي مصفيها في مصفى، بتبقى بالنظافه دي. يبقى اهم حاجه ايه النظافه. في كمان ناس بتعمل ايه، تاخد الحاجات دي بعد كده وتيجي على ميه فيها عصره ليمونه وتروح سلقاها 5 دقايق كده. انا ما بحبش كده، انا بحب احتفظ بالقيمه الغذائيه في الحاجه دي. كفايه الغسيل اللي انا غسلته لها ده، واتعامل معاها على طول على الطاسه. يلا بينا على النار نشوف هنعمل ايه. طبعا حبيبي بجيب الطاسه او لوجه الحاجه اللي هعمل اشتغل فيها، بحط فيها معلقتين زيت مع قطعه ليا مقطعه حتت صغيره كده وسيحها، بتدي طعم خرافه. افرض انت مش عايزه الموضوع ده، يبقى زيت مع زبده. اسخن الطاسه حلو قوي كده، واروح جايبه اول حاجه بنزل بيها الكبده. بسم الله. واسيب الكبده ايه ما ايه محركهاش، اول ما تدي طبقه كده وتتشمع من تحت ابتدي اقلب فيها. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما الكبده كده اتشوحت بتاع 10 دقايق، ما بتاخدش وقت يعني، هبتدي انشلها من الطاسه كده اهو، واحطها في طبق كده جنبي عشان اكمل بقيه الخطوات في قلب الطاسه بالماده الدهنيه اللي فيها. كده يا حبايبي انا رفعتها كده في طبق جنبي، وهبتدي في نفس الطاسه في الماده الدهنيه اللي كنت حطاها انزل بالقوانص والقلوب، وافضل اشوح فيها برده. بس القوانص بتاخد وقت. بعد ما تغير لونها واشوحها كويس قوي، هبتدي اضيف عليها البصل والفلفل ينزلوا ميتهم ويشربوها، وبعد كده ممكن انزل لها بتاع نص كوبايه ميه تكمل سواها لغايه ما ايه ارد لها الكبده تاني. ودلوقتي حبايبي اهو اتشوحت كويس قوي وتغير لونها، وقعدت بتاع ربع ساعه على النار. اروح جايبه بقى بعد كده بصلايه مقطعاها جوليان كده جوانح، وقرنين فلفل رومي على قرن فلفل حامي، وانزلهم كلهم مع بعض كده، وابتدي ابدلهم. طبعا الحاجات دي هتنزل السوائل بتاعتها برده فوق القوانص والقلوب اللي انا حطاها. اسيبها لما تتشوح كويس وتدبل، والقوانص تكمل بقيه سواها فيها، وبعد كده نكمل بقيه خطواتنا. بعد حبايبي ما الحاجه دبلت كده كويس، الكبده اللي انا شوحتها قبل كده وكنت رفعتها في اول مره فوقهم، وابتدي اقلب كده المكونات كلها مع بعض. الريحه طبعا عالميه ما شاء الله، هتخليكم تاكلوها وتعشقوا الاكله دي. اقلب كده كويس واخلط المكونات كلها مع بعض، وبعد كده اجيب بتاع معلقه تومه كبيره احطها كده في النص، مع معلقه هريسه شطه كده، واقلب المكونات دي كلها مع بعض. الله على الريحه. اوطي عليها كده بقى واسيبها 10 دقايق، الحاجات دي تاخد وتدي من طعم بعض. وبعد كده بعد ما سيبناها والحاجات تاخد وتدي مع بعضها، نحط بقى التوابل في النهايه. معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه 7 بهارات، جنزبيل، قرفه، كزبره ناشفه، وابتدي انزل التوابل بتاعتي كده
الريحه اصلا جميله من قبل ما اضيف التوابل. حبايبي كده انا يعتبر خلصتها وانتهيت من التوابل والملح وكل حاجه. الريحه عالميه جميله جدا، هتعجبكم الاكله دي. وبعد كده في النهايه بقى اطشها بمعلقتين خل. دلوقتي اضيف لها حوالي معلقتين خل كده. سامعين صوت الطشه جميله ازاي؟ وعصره ليمونه. اعملوها لاولادكم بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، هتعجبهم جدا. جنب بطاطس محمره ومكرونه ورز ابيض، انا عاملاها النهارده جنب رز ابيض، وهوريكم ازاي طريقه التقديم. كده خلاص انتهينا من الموضوع ده، نقفل بقى. هتستوي والريحه جميله جدا. حبايبي انا جبت بوله ورحت حاطه فيها بوله زي كده بالمقلوب، واروح جايبه الرز الابيض اللي انا عملته واحطه حواليها كده، بحيث انا هعمل منظر وتعمل لي حفره في النص احط فيها الكبد بتاعتي، او حتى لو حاطه لحمه ببصل او اي حاجه او خضار، يبقى في البوله اللي انا عامله لها مكان ده. هكملها وبعدين نقلبها سوا. ودلوقتي حبايبي بعد ما قلبتها اشيل بقى البوله اللي انا عملت بيها، واجيب الكبد والقوانص بتاعتي واحطها كده في النص بشويه الصوص اللي فيها ده. ايه رايكم في الشكل النهائي يا حبايبي؟ جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.